ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح مشكله بتحصل مع ناس لسه داخله جديد في المجال او لسه بدات تستخدم برنامج المكنه، او ممكن تكون كان بيستخدمه ومره واحده حصل معاه المشكله دي وما بتحصلش معاه في كل الملفات. المشكله بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا لو جيت مثلا فتحت فايل زي ده هبص الاقي المقاس بتاعه جاي 15 مللي في 11 مللي مثلا، وهو المفروض ان هو 30 في 40. تمام، يعني هو محتاج مثلا يزيد له بتاع يجي 5000% ولا حاجه. تمام، عشان يظبط معاك. ماشي، انا زودتها قوي صراحه بس يعني تقريبا نفس الفكره. ممكن ان احنا نحلها كده، بس لو دي حاجه انت عارف مقاسها، يعني مثلا تخليه زي ما هو بمقاسه عادي، انت عارف ان هو 30 في 40، وبتيجي هنا تيجي كاتب مثلا 400، وبكده بقى معاك 30 في 40 بدون اي مشاكل. طب حل المشكله دي ايه؟ لان مثلا مش شرط كل حاجه تبقى عارف مقاساتها. حل المشكله دي بسيط، المشكله كلها بتكون موجوده عندك في برنامج الكوريل وانت بتعمل اكسبورت للملف. طب انا هروح لنفس الملف اللي هو ده، تمام، وباجي اعمل له اكسبورت بالشكل ده. باجي هنا على اكسبورت، تمام، بخليه ياخد نفس الاسم. طب المشكله بقى كلها بتبقى جايه عندك في الواجهه دي هنا بيقول لك ايه؟ الاكسبورت يونت تخليها ايه؟ هنا السبب في المشكله دي ان هي كانت معموله انش، احنا عايزين نخليها ملي. فانت عندك لو كانت معموله انش تيجي مغيرها بتخليها ملي او سنتي او حسب انت شغال اليونت بتاعتك ايه. تمام، وبعد كده بتضغط على اوكي. تمام بالمنظر ده. طب نروح دلوقتي نشوف الملف ظبط ولا ما ظبطش. بضغط هنا على كنترول اي على برنامج المكنه، وباجي فاتح الملف والاقيه ظبط معايا بدون اي مشاكل. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو استفدت ما تنساش لايك واشتراك للقناه لو ما كنتش مشترك. كان معاكم مازن العجوز، دمتم بخير والسلام عليكم.